نصيحه شمس لما تكبر تشوفها؟ والله اسيب نصيحه لشمس ان هي ما تاخدش حاجه على اعصابها، تعمل اللي هي بتحبه، وما يعني ما تسيبها من اي حد تاني عايز ان هي تعمل حاجه غير اللي هي بتحبها. نصيحتي لها تسمع كلامي انا بس. دي نصيحتي، تسمع كلامي انا بس. تنصح نفسي لما انصح تسمع كلام مامتها قوي قوي، وان هي تسمع كلام مامتها، وان ما حد من صحابها يقول راي مختلف عن مامتها نمره واحد. ماما ثم ماما. تعملي رجال واطلعي لنفسك فيه، فكري اطلعي او ما تطلعيش برضه، انت حره. لا اطلعي لنفسك حره، فيه خليكي ودايما ما تسكتيش عن حقك. ما دام عندك حق اتكلمي. لا فعلا مش قوه، ولكن اتكلمي طول ما انت معاكي حق، وما تناميش يوم زعلانه ابدا. يا رب تكوني زي ماما، يا رب تكوني زي ماما. مش عارفه تخلي بالها من الصحاب والكلام ده. لا انا هقول لها حاجه ثانيه خالص. انا فرحانه ان احنا الله اكبر بنزيد، لان انا ببقى مبسوطه قوي بالبنات بصراحه. انا بحب البنات. ايه نصيحه لشمس لما تكبر؟ سؤال صعب قوي. ممكن نقول لها محدش هيحبك قد بابا وماما. وانا اقول لها يوم ما تكبري اختيار شريك حياتك اسمعي لصوت بابا وماما الاول، مهمه قوي قوي. وانا اقول لها ربنا يحفظك ويبارك لك في ماما وبابا، خليهم ليكي، ويخليكي ليهم، وربنا يبارك فيكي. عايزه اقول لها ربنا يبارك في عمرها ويجعلها بنت زيها ويفرح مامتها بيها، وهي اجمل بنوته عشان هي بنت اجمل ام. شاي دي اجمل ام واهن ام، ربنا يخليها لها. ان شاء الله تبقى ناجحه وشاطره وليها كارير حلو ان شاء الله، ويبقى مستقبلها احسن مستقبل في الدنيا، وتبقى بنت ان شاء الله صالحه وجميله ان شاء الله. وتعيش بطبيعتها، ان هي تركز في حياتها وتبقى مبسوطه وما يهمهاش حد يعني. تعمل برها لباباها ومامتها، وانها تهتم جدا بتعليمها ودينها. ومع الزمن اللي جاي ده والتطورات والحياه بقى على طول كده، هي تحس دي اهم حاجه بالنسبه لي، انها تتمسك بدينها وحياتها. ممكن انصحها ان هي ما تركزش مع الناس عامه وهي بتكبر، عشان يعني دايما المقارنات والحاجات دي بتاثر سلبيا. خليها بس في حياتها هي، وتفكر ايه اللي ممكن يفيدها او يساعدها هي في حياتها. صح ان مهما قابلت في حياتها ما تتغيرش، تحافظ على اللي جواها، تخلي نفسها عندها ثقة في نفسها عالية جدا، وما تديش ثقتها لأي حد. لها اشوفك احسن ان شاء الله، احسن واحدة في الدنيا. واحب اقول لها كمان ما تسكتش في اي حد، وتكوني واثقة في نفسك، واهم حاجة ما تسأل الا غير مامتك وابوكي، هم بس دول اللي هيقدروا معاكي. والله انا اتمنى يعني اشوفها احلى عروسه طبعا الاول، ويا رب كده، يا رب يكون حياتها سعيده ومبسوطه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اتمنى ان هي تكون سعيده في حياتها، ما تخليش اي حاجه تاثر عليها، وتفضل مثبته على طول.